عمر الكوارع ما كانت وحشة. الوحش اللي في الكوارع اللي بيعمل الكوارع بيعملها مش صح وبيكرهنا فيها. الكوارع دي أكلة الوحوش، أكلة الناس الأكيلة اللي بتفهم في الأكل كويس. زمان كانوا بيقولوا الكوارع أكلة الناس الكبار بس دلوقتي الكوارع بقيت أكل كل الأجيال، وكمان اتفننوا فيها كوارع بالورق العنب، كوارع بالصلصة، شوربة كوارع، فتة كوارع. مش بعيد يعملوا لنا مربى كوارع ويقولوا لنا خدوا كلوا. النهاردة هنعمل الكوارع بطريقة سهلة خالص وبسيطة، وهتخلي اللي ما بيحبش الكوارع هيدمن الكوارع. بس المهم نعمل الكوارع صح. انا هعملها لكم بطريقة اهالينا بتوع زمان اللي بتبقى مظبوطة على الشعرة، واللي ما بيحبهاش هيبقى مدمن كوارع. انا جبت الكوارع متقطعة وجاهزة كده من عند الجزار، وغسلتها غسلة حلوة، وبعد كده سبتها لحد ما تتصفى انا اكون حضرت البصلة اللي هنزل فيها الكوارع في معلقة سمنة كبيرة، وسمنة تكون ريحتها كده حلوة، ونزلت فيها ببصلة كبيرة مفرومة وعليها شوية ملح وفلفل أسود بس، ودي كل البهارات لحد ما نخلص كل الأكلة. مش هضيف أي بهارات تاني. بعد كده هفضل أقلب في البصل لحد ما تاخد اللون البني الخفيف ده. بعد كده هتكون الكوارع اتصفت، هنزل بالكوارع على طول. هفضل أقلب في الكوارع مع البصل لحد ما البصلة تغمق كمان معايا شوية، وتكون اتشربت الكوارع من البصل، تديها كده نكهة ممتازة. الموضوع ده بياخد حوالي تلت ساعة. لو عايزين تحمروا البصلة من البداية وبعد كده أول ما تاخد اللون المظبوط وتنزلوا الصلصة تنزلوا بالكوارع مفيش مشكلة خالص. بس بصراحة الحتة دي تقليب الكوارع مع البصل الأول بيخلي الكوارع كده طعمها خطير، ملهاش حل. المهم كده قلبتها حوالي تلت ساعة البصل مع الكوارع، وبعد كده نزلت بعصير طماطم. عايزين تنزلوا بصلصة بس من البداية مفيش مشاكل، أنا نزلت بعصير طماطم، وكمان هضيف لهم معلقتين من الصلصة علشان أعزز اللون مش أكتر من كده. وبعد كده هقفل عليهم واسيبهم لحد ما الكوارع تبدأ تتشرب من الصلصة والطماطم، يعني حوالي كمان تلت ساعة، واسيبهم على نار متوسطة ياخدوا يدي كده مع بعض لحد ما الكوارع تتشرب من الصلصة ويكون طعمها مزز ملهوش حل. عايزة اقولكم كمان الحركة دي بتفرق خالص في طعم الكوارع. يعني كده انتي طبخة صح، يعني كده حاجة كده متسابكة، مش هنزيد مية وخلاص. لا، احنا نسيب الحاجة تاخد سواها على راحتها، مش مشكلة التعب. المهم ناكل كده حاجة حلوة، وكمان اللي هياكلوا الحاجة دي من ايدك هيقولوا عليكي عبقرية. دلوقتي خلاص عدى تلت ساعة، ورجعت زدتهم شوية مية وهقلبهم وارجع اغطيهم، وكل شوية هرجع لهم واشوفهم لو محتاجين مية ولا لا. بس المهم ما نزودش مية لاخر الحلة، نعبي الحلة مية ونسيبهم يستووا كده مع روحهم، لا شوية بشوية، ما نزودش المية كتير علشان عايزين الاكل كده يبقى ليه طعم. هنا خلاص كان عدى حوالي ساعتين والكوارع بتاعتي استوت، ودي على حسب سن العجل اللي احنا اخدنا الكوارع بتاعته. ممكن ياخد ساعتين، ممكن ياخد 3 ساعات، ممكن ياخد ساعة ونص، يعني ده على حسب السن. انا اخدت معايا ساعتين. دلوقتي هغرف في طبق التقديم، ممكن تغرفيه في طاجن في طبق زي ما انت تحب. وده الشكل النهائي بتاع الكوارع، حاجة كده ملهاش حل. الطعم احلى بكتير من الشكل. هنا استوت ودايبة وطعمها خطير 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 ملهاش حل. اتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، واللي ما بيحبش الكوارع انا متأكدة بعد الوصفة دي هيبقى عشق الكوارع. فما ننساش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد، وعايزة اشوف كومنتاتكم الحلوة. واللي اول مرة يشوف قناتي اتمنى يشترك ويفعل زر الجرس، وتابعوا صفحتي على الفيسبوك مطبخ كامة. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.